السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباريات النهاردة الأحد في الرابطة التونسية المحترفة الأولى انتهت طبعا منذ قليل، وكانت أبرز المباريات طبعا مباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. المباراة اللي أقيمت طبعا في الأسبوع ال13 على ملعب الطيب المهيري، وأدارها تحكيميا الحكم يسري أبو علي. المباراة ظلت يعني على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، فرص هنا وفرص هنا. يعني شوط أول كان متوسط المستوى بين الفريقين، وكان نأمل إن نشوف أداء أفضل في الشوط الأول، لكن الأمور تحسنت نسبيا في الشوط الثاني. والمباراة طبعا بعد عدة تغييرات من المدربين نجح طبعا فريق الترجي انه يخطف هدف قاتل في الدقيقة 86، يعني قبل صافرة النهاية بحوالي 4 دقايق. الهدف طبعا من اسيست النجم الجزائري يوسف بلايلي بطريقة رائعة، وطبعا وقع عليه نجم الفريق الترجي عبد الرحمن كوناتي، عشان يحقق الترجي فوز غالي جدا ويحصد 3 نقاط، وبيستمر الصفاقسي في المعاناة. طبعا الفوز ده بيرفع رصيد الترجي للنقطة 26 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق 3 نقط خلف المتصدر الاتحاد المونستيري. والصفاقسي بينزل يعني بيتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع. طيب نروح بعد كده لمباراة، طبعا الأربع مباريات كانت في نفس الوقت. المباراة التانية كانت الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في ملعب مصطفى بن جنات، وأدار الحكم أشرف الحركاتي. وطبعا المباراة دي نجح فيها الاتحاد المنستيري في إنه يفوز بهدف دون رد سجله حازم المستوري في الدقيقة 38، وده الفوز اللي يعني منح المنستيري صدارة جدول الترتيب حتى الآن. نروح لملعب قفصة ولقاء النجم الساحلي مع قوافل قفصة، المباراة اللي أدارها الحكم خليل الجري. وطبعا مباراة كانت جيدة من طرف النجم الساحلي، لكن اتخطف الفريق طبعا بهدف التعادل. الشوط الأول انتهى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، لكن النجم الساحلي نجح في التقدم بهدف في الدقيقة 56 عن طريق فادي بن شوك. وطبعا سجل أمير عمراني هدف التعادل في الدقيقة 69 طبعا بالنيران الصديقة، ده كان هدف ذاتي في مرمى النجم الساحلي. المباراة الرابعة كانت مباراة بين الأولمبي الباجي والنجم المتلوي في ملعب عين درايم، وأدارها الحكم بديس بن صالح. المباراة طبعا عرفت فوز الضيوف، النجم المتلوي فاز ب1-0 بهدف في الدقيقة 55. المباراة طبعا عرفت حالة طرد من طرف فريق الأولمبي الباجي، بطبعا تسجيل الورقة الحمراء باسم محمد علي الرقوبي في الدقيقة 90، أو بالتحديد بالظبط في الدقيقة آه، يعني 95 في اللقاء. وطبعا هدف المباراة الوحيد جه في الدقيقة 55 من توقيع الغيني أبو بكر ستوري. وطبعا كده فوز بيرفع رصيد فريق النجم المتلوي للنقطة 17 في المركز الثامن، وبيبقى قدامه أو يسبقه بنقطة واحدة فريق الأولمبي الباجي برصيد 18 نقطة في المركز السابع. وبعد نهاية مباراة اليوم بكده يكون جدول الترتيب على النحو التالي: الاتحاد المنستيري في الصدارة 29 نقطة، بعديه النادي الأفريقي 28 نقطة، المركز الثالث الملعب التونسي 27 نقطة، المركز الرابع الترجي 26 نقطة، يعني الفرق بين الأول والرابع 3 نقاط، ثم الترجي الجيجيسي في المركز الخامس 25 نقطة، النجم الساحلي 21، الأولمبي الباجي 18، النجم المتلوي في 17 نقطة، والصفاقسي 17 في المركز التاسع، الشبيبة الرياضية بالعمران 10 في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، وبعد مستقبل قابس 13 نقطة، اتحاد بن قردان 12 نقطة، مستقبل سليمان 12 نقطة، النادي بنزرتي في المركز ال 14 برصيد 8 نقاط، ثم اتحاد تطاوين في المركز 15 برصيد 7 نقاط، واخيرا قوافل قفصة اللي اضاف نقطة النهارده لرصيده وبقى 5 نقاط، ولكن يبقى في ذيل الترتيب.
مستني آرائكم في جدول الترتيب وتوقعاتكم للفترة القادمة إن شاء الله ومباريات الجولة المقبلة، ومستني دعمكم لمزيد من الفيديوهات في الفترة المقبلة من خلال الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تصلوا على النبي.